ملخص كامل لمسلسل الدشاش بلطجي وصاحب كباريه. كل اللي حواليه كذبوا عليه ووهموه بان بقيله كام شهر ويموت، ولما دور ورا كلامهم اكتشف بلاوي كتيره جدا. ومن هنا طلع البلطجي اللي جواه. اخبط لايك ويلا بينا. بدايتنا مع الدشاش اللي بنشوفه هو معتزل الناس ومش بيتعامل معاهم ومقضي يومه في المسجد، او تقدر تقول كده انه مقضي حياته كلها في المسجد ومش بيتكلم مع حد غير الشيخ فاروق، واللي يبقى امام الجامع. وبالرغم من كل ده إلا إن ماضيه لسه بيتردد ومش سايبه في حاله. فتعالى نعرف إيه هي حكاية صاحبنا ده. كان صاحب كباريه ومحدش قده، وكان ممشي الدنيا كلها على كيفه، وبحركة صباع منه الحاجة تكون تحت رجليه. ده غير إن كل علاقاته كانت مع ناس تقيلة جدا وخطيرة، ومنهم علاقات مع هشام باشا، راجل ليه اسمه في السوق والكيف، وما يحبش حد ينافسه ولا يحط راسه براسه أو يفكر إنه ينزل بضاعة في السوق من غير علمه. وهو ده الموضوع اللي جاي للدشاش فيه. قال له ان في بضاعة نزلت السوق من ورا ظهري، وان انا عاوز اعرف مصدرها ايه قبل ما تسمع هنا او هنا. فالتاني قال له انت تؤمر وانا انفذ، العيال دي خبرها هيكون عندك في اسرع وقت، وخليك فاكر صاحبنا ده علشان هنرجع له تاني. ودي قوت مديرة أعمال الدشاش، وكانت رايحة له في أخبار حلوة بخصوص حتة الأرض اللي ورا الكازينو. قالت له إنها قدرت تضمن الأرض اللي ورا الكازينو وبقت بتاعتنا، واديته ورقة الموافقة على قرار الضم. والظاهر إن الموضوع كان متقفل حبتين، بس هي قدرت تخلصه. فالدشاش فضل يشكر فيها إكمنها خلصت حوار زي ده. قامت البنت شايفة نفسها شويتين تلاتة وحلوت في الكلام، وقالت له إحنا خدامينك يا كبير، اي قضيه نخلصها لك مع قوت. والتاني طبعا ما سكتش، قال لها انت ناسيه نفسك ولا ايه؟ لو كنت ناسيه فخليني افكرك، انا اللي جبتك من مكتب خالد وهدان وانا اللي لميتك منه، بعد ما كان مشغلك مرمطون عنده. وربنا يخلي الذكاء الاصطناعي اللي خلى البهايم ليهم اسم ونجوم مجتمع. وردت عليه وقالت له معلش بقى يا كبير، اللي يعرف يعمل مصلحه يعملها طالما مستخبيه. المهم راح مقبضها تمن المصلحة اللي عملتها له، وقال لها تخفي من قدامه ما يشوفش وشها غير لما يطلبها. وكده يبقى طلعنا بكام معلومة من قعدتهم. أولا، قوت شغالة تحت رحمة الدشاش، وإن هو يعني اللي خلاها تقب على وش الدنيا بعد ما كانت ملطشة للي رايح واللي جاي. أي حاجة يطلبها منها بتقول حاضر ونعم بس. ثانيا، صاحبتنا شغالة في أي مصلحة شمال، يعني عندها استعداد تعمل أي حاجة طالما هيطلع من وراها مصلحة حلوة وهتجيب لها فلوس. وتالت واحدة هي ولع الرقاصة. فالبنت عملت شوية دربكة في الصالة علشان الزبون مسك وسطها، فالنمرة دي ما عجبتش الدشاش وحذرها انها ما تكررش حركة زي دي مرة تاني. وطول ما هي شغالة في الكباريه ده فهي تحت طوع وما تقولش غير حاضر وبس. خليني اعرفك ان الدشاش كاس العين اللي شغالين معاه، واوامره بتمشي عليهم واحد واحد من غير اي اعتراض، والا هيرميهم في الشارع. والسؤال هنا، هل كل اللي حواليه بيسمعوا كلامه بالرغم من قساوته علشان بيحبوه، ولا علشان خايفين منه اللي ربما يقطع اكل عيشهم، ولا في حوار تالت محدش يعرف عنه حاجة؟ بص، هو لحد دلوقتي الدنيا تمام ومفيش اي حاجة تقلق ولا في نية للغدر، لكن واحدة واحدة وكل حاجة هتبان. تاني يوم ولع راحت له المكتب، قال يعني رايحة تصالحه بسبب اللي عملته، جهزت له مشروب واديته له. وقعدتهم المرة دي عرفنا ان الدشاش متجوز ولعة في السر، ومحدش يعرف هي الست الوحيدة اللي وقفت معاه في الحلوة والمرة لحد ما كبر وبقى معاه أملاك، وهي زي ما هي مجرد رقاصة. وساقت اللوع معاه وقالت له إنها مش هتنزل شغل تاني إلا لما يكتب عليها رسمي الأول، وإلا هتقول للناس على كل حاجة. فصاحبنا غابت منه عليها وقال لها مش الدشاش اللي دراعه يتلوي، وأنا علشان راجل أصيل هعمل نفسي ما سمعتش حاجة وهسيبك تاكل عيش بس. ورحمة أمي لو فتحت بقك بالكلام ده تاني لا أخليك تتمنى الموت وما تلاقيهوش. وصاحبتنا بكل برود ضحكت في وشه وخدت بعضها ومشيت. ومن شكل ضحكتها يقولك إنها مش خايفة من كلام الدشاش، وإنها مسنودة على حاجة تقيلة. إيه هي لسه ما نعرفش. ودلوقتي بنتعرف على شخصيات جديدة. دي صفاء، وده خالها قناوي، كان صاحب الدشاش وعشرة عمره من زمان. أما دي فتبقى منى أخت الدشاش. وأخيرا معانا لبنى مرات الدشاش، ودي يا معلم حكايتها حكاية. بدأت علاقتها مع الدشاش وكانت بتحبه وطايرة بيه للسما، وبعدين اتعرف على باباها اللي اتورط معاه في شوية عمليات شمال، وبسببهم دخل المستشفى ومات، وسابها تحت كوع زوج نصاب بيلعب بالثلاث ورقات. وعلى قد ما كانت بتحبه على قد ما كرهته، وبقت عاوزة تتطلق منه. لكن زي ما قلت لك الدشاش ماشي بمبدأ أنا الدنيا متفصلة على مقاسي وبعمل اللي على كيفي، وقال لها طلاق مش هطلق، وأعلى ما في خلق اركبيه. وبعدها جاله رسالة على تليفونه إن فهد وصل الكباريه. وده يا سيدي كان صاحب الدشاش الروح بالروح،
وكانوا بيخلصوا مصالح سوا، لكن فهد استندل معاه وضحك عليه في عملية من عملياتهم وأخد البضاعة لنفسه، والنهاردة جاي يصلح علاقتهم ويرجع الدنيا زي الأول. إنما الموضوع مش موضوع محبة وود، لا خالص. صاحبنا قال لك أنا لا عارف أبيع ولا عارف أشتري والحال مقفل في وشي، وعلشان كده أنا جاي وطالب الرضا. في الوقت ده الدشاش حط عليه وقال له رضا مات وأنا خدت عزاه، ورجلك ما تعتبش المكان ده تاني. اما فهد بعد ما اتقل منه قدام اللي يسوى واللي ما يسواش قال له انا غلطان اني جيت لك يا دشاش، واعتبر ان مفيش بينا شغل تاني، ومات الكلام. وشويه وبنلاقي الدشاش مشغول بالعريس اللي جاي يتقدم لاخته منى، دكتور معتز، راجل لبخه وحالته حاله، هو يبان انه خام ومالوش فيها، بس صاحبنا ده طلع مدوره يمين وشمال ولاففها كعب داير. يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك. الدشاش يا معلم قدر يعرف عنه كل صغيرة وكبيرة، وفضحه وسحله قدام منى، واتضح انه نصاب وسرق رسالة الماجستير بتاع صاحبه ده، غير انه خان الدكتور بتاعه وسرق الامتحانات وسربها في الجامعة. والدشاش اكتشف انه كان متجوز واحدة اكبر منه ب30 سنة، وخلاها تجيب له شقة وتكتبها باسمه، الشقة يعني اللي المفروض كانت هتتجوز فيها منى. وبعد ما بقى كتاب مفتوح قدام الدشاش راح واخد بعضه ومشي من البيت، إلا وفجأة الدشاش حس إن الدنيا بتلف بيه ووقع من طوله، فنقلوه على المستشفى والحبايب كلها اتجمعت. وبعد ما فاق ورجع لوعيه اسمع الأخبار اللي الدكتور قالها له. قال له حضرتك يا دشاش بيه حالتك النفسية مش تمام خالص، وده لأن الأشعة والتحاليل بتقول إن عندك ورم خطير في المخ، ومش قدامك غير كام شهر بس. وقبل ما ينطق ويقول له باقي في حياته قد إيه، الدشاش سكته ورفض يسمع منه أي حاجة. فالدكتور عوني اداله ورقة مكتوب فيها عدد الشهور اللي هيعيشها، وقايم حاططها في جيبه، وقال له أول ما تحب تعرف أنت باقيلك قد إيه يبقى افتح الورقة وقراها. وفي اللحظة دي صاحبنا حياته اتشقلبت 180 درجة، وحس إن نهايته قربت. فأول حاجة عملها إنه راح المسجد وقعد يبكي ويدعي إن ربنا يسامحه، وإنه ما يبيتش روحه إلا هو راضي عنه. مني يعني إن شغله كان شمال في شمال، وصاحبنا اللي ما كانش بيرقعه ما بقاش يفوت فرض، وبقى معظم وقته في المسجد. وقبل ما يقضي باقي حياته في المسجد قرر انه يوزع املاكه على كل اللي حواليه، خصوصا بعد ما الشيخ فاروق قال له ان لو في حد ليه عندك حق فانت لازم تديهوله، ولو انت ليك حق عند حد فانت لازم انت كمان تاخد حقك. وبعد ما سمع الكلمتين دول قرر انه يفتح الورقه ويعرف هو باقيله في الحياه قد ايه، وبناء عليه كتب لكل واحد جزء من املاكه ومضى عليه تنازل. فخليني اقول لك وزع التركه ازاي. صاحبنا كتب الكباريه باسم البت ولعه، اما مليجي وشعبان فادهم مبلغ محترم يبداوا بيه مشروع على نظيف. ما انا نسيت اقول لك ان الاتنين دول من رجاله الدشاش وبيشتغلوا معاه. وبالنسبه لمنى فتنزل لها على الشركه اللي عملها بميراث مامتها وكتبها باسمها. واخيرا لبنى اللي كتب لها الفيلا باسمها، ده غير انه حول لها رصيد على البنك يكفيها العمر كله. وختم كلامه وقال لها انت طالق، وبكده الدشاش يبقى على الحديده ومعهوش اي حاجه. وبعد 3 شهور صاحبنا جات له نفس الدوخه وراح للدكتور مره تاني وعمل اشاعه، لكن المره دي الدكتور جديد واشاعه جديده هتفضح له الحقيقه كلها. واتضح انه لا كان تعبان ولا كان عنده ورم، وان اللي حصل المره دي هو كان شويه هبوط بسبب الكركرين اللي شربهم. وكلام الدكتور إن دل على شيء فهو يدل على ان الدشاش كان بيتغفل طول الفترة اللي فاتت، وكان بيتعمل عليه لعبة محترمة، وقام واخد بعضه ورايح للدكتور عوني. مش محتاج اقول لك ان في اللحظة دي الدكتور ركبه كانت بتخبط في بعض، ووشه جاب 100 لون وما كانش عارف يقول ايه. وعلشان يقنع الدشاش بالأشعة القديمة فقال ان اللي حصل ده حاجة من اتنين: يا اما حصلت معجزة من عند ربنا والورم ده اختفى، يا اما الاشاعة بتاعتك اتلخبطت مع اشاعة مريض تاني، يعني عذر اقبح من الذنب ذات نفسه. تاني قال له ده انا هخليك تعيش ايام سودة، هو انت كنت بتشخص ولا بتنجم؟ انا هلف لفتي وراجع لك، وساعتها ورحمة امي ما هرحمك. ولقي نفسه رايح عند لبنى اللي هي كانت المفروض مراته، واول ما يوصل يتصدم هناك لما يشوف فهد ولبنى مع بعض، وياخد اول صدمة لما عرف انهم اتجوزوا، وإن مراته ركبت عليه أكتر واحد بيكرهه. وبما إن المشاكل كلها حضرت فيروح الشركة فيلاقي إن منى اتجوزت معتز النصاب وكتبت له الشركة باسمه، ده غير إن أخته اتغيرت خالص وظهرت على حقيقتها، اكمنها يعني مش شقيقته وإنها بنت مرات أبوه اللي كان بيكرهها. ده حتى ولع الرقاصة هي كمان استندلت معاه وطردته من الكباريه. طيب تفتكروا إنه هيسكت على كل ده ويسيب حقه،
ولا هيرجع يقف على رجله مرة تاني؟ كمل معايا وهنعرف، بس اللي عايزك تعرفه انه هيلعبهم واحدة واحدة وانه هينتقم على اللي عملوه معاه، وده قبل ما ياخد حقه وفلوسه منهم. اول اتنين هو بدأ بيهم هم شعبان ومليجي، وطب عليهم في الوقت المناسب. انا ليه قلت في الوقت المناسب؟ هقولك لان الاتنين دول كبروا بفلوس الدشاش وكانوا شغالين صبيان عنده، ودلوقتي هم عاوزينه يشتغل صبي عندهم. والدشاش سمع الكلام وقال لهم امين. وهنا السؤال، هل الدشاش هيشتغل معاهم ولا دي لعبة من تأليفه؟ طيب نرجع للموضوع الاول. هو انا ليه قلت لك هو طب عليهم في الوقت المناسب؟ علشان اتضح يا معلم ان الدشاش كان مسجل للمليجي وهو بيزعق في الصبي بتاعه لانه بوظ العملية اللي كان نازل فيها، والحكومة مسكت البضاعة وقايم واخد التسجيل ورماه في حجر هشام باشا. وفي اللحظة دي عرف ان فهد هو اللي بينزل بضاعة في السوق من ورا ظهره، وده لان اسمه اتجف في التسجيل. وكمان شعبان ومليجي شغالين معاه في نفس اللحظة قاموا هما الاتنين راحوا لفهد وحكوا له على اللي حصل. قال لهم تجيبوا لي الدشاش من تحت الارض والا وشرف امي لخليكوا تتمنوا الموت وما تطولوهوش. وبسبب خوفهم من فهد قطروا الدشاش وعرفوا مكانه، بس هو كان سابقهم بخطوه ومجهز رجالته، فراح ماسكهم ولبسهم كفانهم علشان يدفنهم وهم صاحيين. فمليجي فضل يترجاه علشان يسيبه في حاله، وقال له هيقول له على سر يفضح له كل اللي حواليه. اسمع قال له ايه؟ قال له انت ما عندكش ورم ولا اي حاجه، واللي حصل معاك ده كان فعل فاعل، يعني اختك ومراتك وولعه كانوا بيحطوا لك تركيبه في اي حاجه كنت بتشربها، وهي دي اللي عملت لك كده، وكل ده علشان يلهفوا فلوسك. والتاني سمع كده وغابت منه على الاخر وبيت لهم النيه على خراب، وشكله بيقول انه ناوي يسففهم التراب ويسقيهم من نفس الكاس اللي شربوه منه. واول واحده بدا بيها من الثلاث ستات هي ولعه، فراح لها الكباريه وثبتها وخلاها تمضي على ورق تنازل عن الكباريه وعن الشقه، واخد منها التركيبه. وبعدين قال لها تجي معايا سكه هسيبك تطلعي من هنا على رجليكي، هتحوري وتسوقي في شغل اللوع هزعلك مني وبالجامد. طبعا ما كانش قدامها حل تاني غير انها تحكي له على كل حاجه. فقالت له انهم اتفقوا مع دكتور عوني على انهم يسددوا له كل الديون بتاعته، وفي المقابل هو وزع علينا المخدر ده وقال اننا نديهولك على فترات علشان تحس انك تعبان، وبعدين فضلنا نزود لك الجرعه لحد ما اغمى عليك ودخلت المستشفى، والباقي انت عارفه. وبما ان قوت هي اللي مسؤولة عن كل اوراقك فاحنا اللي زقناها عليك علشان تقنعك بانك توزع املاكك. اما فهد فكان سهل عليه انه يجيب جثة مشوهة ويحطها مكانك علشان تبقى ميت قدام الحكومة، وبكده يبقى حبكوها صح ولعبوها علشان يبعد عنهم اي شبهات. في نفس الوقت فهد كان مجمع الحبايب حواليه وبيخططوا ازاي يخلصوا على الدشاش بعد ما كشف لعبتهم، وده لانهم اتاكدوا انه مش هيهدلوا بال الا لما ياخد حقه منهم. واللي اتصدر في الموضوع هو فهد، يعني يكونوا صاحبه وعارفه اكتر من نفسه وفاهم دماغه وهو هيعرف يتعامل معاه. فلو بصينا على الدشاش بعد ما خد حقه من ولعه راح للدكتور عوني وعمل فيه زي ما اتعامل معاه بالظبط. بمعنى تاني صاحبنا عمل له قهوه وحط له فيها من المخدر اللي كان بيشربه علشان يدوق نفس اللي هو داقه، وبعدين خلاه يمضي على ورقة يتنازل فيه عن كل حاجة بيمتلكها. ونطلع من عنده دكتور عوني ونروح لقوت اللي مسكها ودفنها حية في الرملة ومرضيش يحلها إلا لما كشفت له شوية فضايح. أولا معتز كان ناوي يطلق منى وياخد فلوسها ويهرب بره البلد. ثانيا فهد داخل عملية كبيرة وخطيرة ومخطط انه يورط لبنى ويدخلها في الحوار ده، وبعد ما حكيت له على كل حاجة اتفق معاها انهم يوقعوا معتز ويفضحوه. ازاي بقى؟ هقولك. قوت راحت لمعتز ومعاها واحدة من طرف الدشاش رايحة معاه على اساس انها سيدة اعمال خارجية، وبما انه راجل شمال ومفضوح قال لها ان انا متجوز ست نكدية ومسودة عيشتي واني ناوي اطلقها. طيب وكلامه ده مهم ليه؟ علشان الدشاش هيفضحوا قدام منى. اصل صاحبنا يا معلم حاطط كاميرا في النضاره بتاعتها ومسجله كل حرف معتز قاله، ده غير انه مضى على ورق على اساس انه عقد شغل، لكن في الحقيقه كان ورق تنازل عن الشركه، وخد كل الورق ده وعرفه لمنى، ويمكن هي دي الوحيده اللي مرضيش يأذيها وصالحها على طول. وبكده الدشاش يبقى علم عليهم واحد واحد ومش باقيله غير لبنى وفهد. وبالليل دخل الفيلا وسرق اوراق من خزنة فهد تخص اخر عملية هو كان عاملها، وخد الورق ورماه في حجر هاشم باشا اللي هياخده ويسلمه للحكومة، كونه يعني بينه وبين فهد طار باين. وفي المشهد الاخير وقبل الحكومة ما توصل راح لهم الدشاش وعمل معاهم واجب محترم وحط عليهم الحط التمام،
وبعد كده الحكومة وصلت وقبضت عليهم. أما الدشاش بعد ما خد حقه منهم تالت ومتلت رجع للمسجد اللي غير له حياته، واللي كان سبب انه يعرفوا كل واحد على حقيقته، وعرف انه قعدته في المسجد هي اللي انقذته من شره ومن شر الناس اللي حواليه وخليته دشاش تاني خالص. الخلاصة انك كل ما تقرب من ربنا اكتر حياتك هتبقى احسن وحالك هيتغير للاحسن، وبكده يبقى خلص الفيلم. سؤال الفيلم هنا بيقول: هل انت مع او ضد الطريقة اللي اخد بها الدشاش حقه؟ اكتب لي تعليقك، وما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك علشان لو مش متابعني تتابعني وتتابع كل ملخصات المسلسلات اللي هتنزل.